السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله وسهلا. اليوم عندنا طبق لذيذ جدا جدا اللي هو برياني الجمبري. برياني جمبري معروفة الأكلات الهندية كلها زينة الصراحة، كلها ممتازة. نذكر لكم حين مقادير: طماط مقطع تقطيع صغير، بصل مقطع تقطيع صغير، عندنا كزبرة بودرة، عندنا كركم بودرة، عندنا بهارات الجمبري طبعا بودرة، وعندنا بهارات الكاري بودرة، وعندنا كزبرة طبعا ناشفة تقدروا تحطون خضرة ممتازة، وعندنا بهارات اللي هو كمون، ثوم وزنجبيل، فلفل خضر، وعندنا جوزة الطيب. طبعا هذه جوزة الطيب هذه يقولون انه اللي هو الورق او هو الورد حقه او القشر، قشر جوزة الطيب، لكنه ريحته قوية وحلو يصلح مع الاكلات الهندية. عندنا معجون الطماط، وعندنا جمبري مغسل ومنظف، طبعا نغسله وشوبه، ملح وليمون وكركم ننظفه من الزفرها اللي فيه. عندنا المقلاة زيت، وهذه الملعقة. اللي ما عنده زبادي يستعمل كريمة الطبخ، الزبادي ممتاز، كريمة الطبخ ممتاز، يعني الزبادي أفضل. أنا بالنسبة لي الزبادي أفضل، لكن إذا مو موجود استعملوا كريمة الطبخ أو الكوكونات اللي هو يجي سايل زي الحليب، ولا يجي بودرة نحط عليه شوية ماء ونحركه لما يصير بهالطريقة هذه. الرز عندنا منقع بشاور، عندنا بشاور طبعا قبل فترة اللي قبل كم من يوم سوينا سمك وحطينا عليه بصل ناعم. الحين ما احنا مستعملين ابدا بصل، بنستعمل الحين ماجي طبيعي وبهارات بيضاء بس، ما احنا مستخدمين اي شيء عليه. هذا الرز بنسلقه سلق. الحين سخنا الزيت، نبي نحط البصل عليه. هالمرة نبي نحمر البصل تحمير، ما نبي يكون واضح لونه ابيض، لا يحمر تحمير، لأن كل المواد البهارات كلها بنية فبتغير لونه. لا تغير لونه البصل نحط الزنجبيل ونحط عليه الحبهار عشان ينحبس مع الزيت والبصل. وبعدها نحط الحين الطماط. ومعجون الطماط وورق الغار، وعندنا اللي هي جوزة الطيب اللي هي القشر حقتها. مثل ما نشوف الحين نطبخ الطماط ومعجون الطماط، ننزل بهارات ذكرتها لكم. طبعا كمية بسيطة اللي عندي، انتم لا تكثرون، كله ملعقة صغيرة. عندكم كمية كبيرة حطوا ملعقة كبيرة. آخر شيء بحط الكزبرة الناشفة، اللي عنده خضرة يحط خضرة، أي شيء طازج معروف إنه يعطي طعم أكثر. واللي هو الزبادي آخر شيء، أو كريمة الطبخ، هذول آخر شيء نحطن. واللي بيحط درسين يحط درسين، اللي هو القرفة يحط قرفة. بس لما انطبخ طبخة المكونات خلاص نشيله، حتى ورق الغار نبي نشيله عشان ما يضايقنا بالاكل. والحين نحط الملح ما نكثر لان الرز فيه ملح بعد بيصير وسط، لازم يصير وسط لان الرز بيكون مالح. وهذا الماء الحين حق الرز يفوح، ننزل عليها اللي هو رز البشاور. الحين ننزل الجمبري عليه. الجمبري ما ياخذ وقت، الاسماك كلها دي ما تاخذ وقت، اللي ياخذ وقت الدجاج واللحم. هذا الرز الحين نحط عليه زيت زيتون لأنه بينسلق سلق. عندنا بهارات بيضاء ومعجون، مو معجون قصدي اللي هو بهارات بيضاء، وعندنا ماجي، وعندنا ملح. والحين نحط اللي هو الكزبرة، كزبرة ناشفة. اللي عنده طازج يا جماعة ترى أطعم الطازج. طبعا هذه تقوم نفس الطعام، لكن هذه الطازج يعني نكهة قوية الصراحة.
اللي ما عنده يحط بودرة. طبعا حنا زاد عندنا الكزبرة والشبت والبقدونس ينشف ويحط بعلب ويحط بالفريزر عشان ما يتغير طعمه. هذا حق على ما قال صار ما في موجود شيء بالبيت ولا تبطالع تشري ما هنا وقت، خلاص طلع من الفريزر نحط الحين كريمة الطبخ. طبعا خلص الحين. وهذا الرز خلص ما شاء الله تبارك الله. وعندنا الجمبري خلص اللي هو برياني. اللي بياكله بخبز يمشي مع الخبز يمشي مع الرز، هذه طريقته اللي نشوفها بالمطاعم. حطينا اول حين نبي نسوي الزينة حقته، طبعا اللي هو الزعفران، اي شيء تحطونه يبي يمشي معه. خلصنا الحين منه. الحين نبي نحط عليها العجينة من فوق، لازم ينحط رز فوق عشان تمسك العجينة لا استوت ما تمسك بالجمبري او بالسمك او باللحم ولا باي شيء. نحط رز فوق بالبداية، طبقة فوقية تحمي الجمبري منه يلزق بالعجينة اللي دخلناه بالفرن. هذا طريقة التقديم، وله عدة طرق مثل ما قلنا لكم، يمشي مع الخبز ويمشي مع الرز كله ماشي. ركبنا العجينة فوقه مثل ما تشوفون. ندخلها الحين للفرن، تاخذ وجه بس من فوق، لا تحمرت خلاص لأنه كله مطبوخ. حطيناه داخل الفرن بس التحمر وخلاص يكفي لأنه كل شيء مطبوخ. ما شاء الله تبارك الله. طبعا فتحت مع الأطراف، مع الطرف هذا انفتحت. شوفوا شدت العجينة، يوم شدت العجينة انفتحت معنا. إذا بتبونه ما تنفتح حطوا بيضة، طبعا نخلط بيضة ونمسح على الطرف هذا حق الصحن ونحط العجينة عليه، لأن البيض هو اللي يمسكه. ما تفتح العجينة معنا أبد أبد. حطينا بيضة وحطينا طحين مع ماء، نحط على الأطراف بعدين نقفله ونحط العجينة. وهذه طريقته والعافية.